السلام عليكم. نتحدث اليوم عن رجل عملاق في عمله، عظيم في عطائه، فذ في بذله، رجل ومعلم ومربي، لا تخطئه العيون ولا يظن به الظنون، فهو إنسان في مواقفه وفهيم في تخصصه، برع في مجال التعليم وأتقن فيه. نتحدث عن الأستاذ بشير خليفة محمود حمد هداد، المولود في عام 1928، وهو من منطقة بركنتيا في بيت عز وشرف رفيع، فتشرب العلم والأدب والمعرفة حتى صار نجما يهتدى به وعالما يقتدى به، فتشجع طلابه على طلب العلم والبحث عنه. تم تعيينه في مدرسة جلوج، وبعدها توجه إلى كرن، حيث عين مديرا لمدرسة كرن في عام 1948، ثم ترقى حتى وصل إلى نائب مفتش لجميع مدارس المديرية الغربية التي تضم كرن وساحل وقاش بركان، وبعد ذلك أصبح مرشدا ومراقبا عاما، فتوسعت في عهده المدارس وانتشرت حتى وصلت إلى أقصى القرى النائية، وشهدت المنطقة تحولات في التعليم والإدارة. في عام 1973 تم نقله إلى مديرية دك أمحارة، فاستفاد السكان من إدارته جدا، لكنه لم يستقر في المنطقة كثيرا، حيث حن قلبه إلى منطقته الأم منطقة كرن، فطلب التقاعد، وذلك لأسباب عائلية. وبالفعل عاد إلى كرن، وعادت إليه صحته وعافيته، فعمل في مجال تقديم الخدمات الخيرية منها والإنسانية وحتى المجتمعية في قرى وأرياف مديرية كرن، وكان موفقا في ذلك، حيث قدم التوجيهات والاستشارات في شتى المجالات المختلفة في الزراعة والرعي والإصلاح الاجتماعي. انتقل بعد ذلك إلى السودان الشقيق، وبالتحديد إلى منطقة كسلا، حيث الأهل والأحباب، لكن وأثناء وجوده هناك تعرض إلى وعكة صحية، حيث أصابه مرض اليرقان الذي لم يمهله طويلا، حيث أسلم روحه الطاهرة في عام 1986. فعم الحزن من كرن في إريتريا حتى مكان وفاته بالسودان، وانطوت مع هذا الحزن صفحة بيضاء من صفحات تاريخنا المشرف. ألا رحم الله الأستاذ بشير، وأسكنه فسيح الجنان، وجزاه عنا خير الجزاء.